شايف ده يعتبر نصب وغش، ملوش تفسير بالنسبه لي غير كده، يعني مش ضمان في الحقيقه خالص. وبعد تجربه النهارده ما انصحش اي حد انه يجرب نفس التجربه دي. السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف. المفروض بقى كده ان الصيف طلع وان البطيخ اخيرا وصل، بس بقى لي فتره كده كل شويه يطلع لي بطيخ اصفر وبطيخ بالضمان وحركات كده من اللي هتبقى هتموت وتجرب. بس اكتر حاجه بقى خلتني الحقيقه اتحمس حوار ان هو من غير بذر ده، وانا الحقيقه بموت قوي في الموضوع ده. فقلت بس بقى لحد هنا وانا كده خلاص اشتريت. يلا بينا بقى نشوف انا جبت ايه. انا جبت بقى كرتونه فيها 2 بطيخه، واحده حمراء وواحده صفراء، والاثنين المفروض ان هم من غير بذر او قليل البذر زي ما هو مكتوب على الموقع. والموقع ده اسمه بطيخ مصري، هسيبه لكم في الكومنتات تحت. بس جالي اوردر مختلف حبه، جالي 3 بدل 2، ولما كلمتهم في الكول سنتر قالوا لي ان الاثنين دول عشان صغيرين شويه، عشان هو البطيخ عندهم بقى حجمه صغير شويه، فجابوا لي 2 عشان يعوض الوزن. ده غير كمان ان الاوردر اتاخر الحقيقه، بدل ما يوصل في 48 ساعه وصل في اسبوع. بس كل ده مش مهم، والمهم بقى الطعم بيبقى عامل ازاي. يلا بينا بقى نشوف اول واحده. مين بقى فيكم اصفر ومين احمر؟ بص هنبدا بالكبيره، ربنا يستر. طبعا دي كده وزنها يعني هو ايه، وزن البطيخه فوق المتوسط واقل من الكبيره، يعني من اللي انا بشوفهم في السوق. يعني واحنا فتح دي لا صفرا، ما اعرفش نقول بقى هي قرعه ولا هي الصفرا فعلا ولا ايه. بسم الله. حمار وحلاوه. بسم الله. اوبا صلاه على النبي. فيهاش بذر يا جدعان. اول اختبار كده عدت معانا ان هي ما فيهاش بذر، ودي طلعت البطيخه الحمراء، اغلى بطيخه جبتها في حياتي. بسم الله. تحفه، طعمها حلوه جدا، مرمله كده ومسكره وفيها ميه حلوه قوي، عجبتني جدا. طعمها ما يختلفش حاجه عن البطيخ اللي موجود من السوق عادي، بس موضوع ان هو من غير بذر ده والبذر بتاعه قليل كده خالص، دي بالنسبه لي حاجه 100 100 زي عادل امام كده، الزعيم يلهط على طول. فانا بالنسبه لي موضوع البطيخ اللي من غير بذر ده اجيبه تاني ولا لا؟ لو معايا فلوس تاني اجيبه يعني عادي مش مشكله، بس ان اول بطيخه كطعم كده لا 100 100 وتعدي. شوف بقى البطيخه الصفرا كده، الحقيقه العمر كده في خيالي يعملوا بطيخ من غير بذر، بس عمري ما كنت اتوقع ان هو ينفع يتعمل في الحقيقه، بس طالما طلع ينفع كده ما تعملوا كله من غير بذر، ايه المشكله يعني. شوف بقى الصفرا دي كده هنفتحها وكده كده ضامنين اللي هي ايه مش هتبقى حمرا، بس دي ناشفه شويه، انشف من اللي قبليها. ايه قرعه بجد ولا ايه؟ ناشفه جدا. بسم الله. يا لهوي على المنظر. شكلها يخد كده. حتى ريحتها مش زي التانية الحمراء كانت ريحتها احلى بصراحه بكتير. ريحتها بطيخه قرعه بصراحه، مش هقول حاجه تاني غير كده. وبرده نفس الموضوع ان البذر بتاعها خفيف او اللي هو الابيض الصغير. ماشي نقطع حته كده ونقول بسم الله. بسم الله. يا خساره فلوسك. بص هو طعمها فيها نفس طعم يعني فيها نفس قوام البطيخ في الاكل، بس اللي هي ولا مسكره ولا مسخه، يعني ما فيهاش طعم سكر خالص، كانها بطيخه دايت، يعني مش فاهم ليه. غير ان هي كمان قوامها انشف شويه من الاحمر يعني، او انشف شويه من اي بطيخ عادي، فانا مش لاقي مبرر ان الواحد يجيب بطيخه صفرا الحقيقه. بس هو طعمها ما يضايقش، يعني طعمها مش اللي هو لا مش قادر اكلها وبتاع عادي، بس اللي هو يعني ضيع حلاوه البطيخ وهيبته. انا هفتح التانيه كده الحقيقه عشان اشوف هل دي بس اللي وحشه ولا هو البطيخ الاصفر ده كله بالمنظر ده. يلا بينا. خش يا باشا على التاني. دي خفيفه خالص. اعتقد بقى ان المشكله كانت في اول واحده مش البطيخ كله، دي بتتقطع بسهوله عن التانيه. بسم الله. يا لهوي على اللون. دي بقى ايه؟ لا دي بايظه، لا دي كده بالنسبه لنا انا بايظه. طيب مش هو بالضمان؟ نكلمهم ونشوف كده الضمان هيبقى عامل ازاي. الو. الو مساء الخير. مساء النور. حضرتك كنت طالب اوردر كده رقمه 43224. تمام. بس كلمتكم من شويه طبعا قلت لي المشكله كانت في عادي يعني في موضوع العدد مختلف، ففتحته كده لقيت ان في واحده ناشفه خالص والتانيه بايظه خالص. تمام. فالبوينت التانية حضرتك صور لي البطيختين وبعتهم لي على الواتساب. بس تمام ماشي. تمام برقم الاوردر بس. ماشي تمام اوكي. تمام وبعدين بس وهبعت للاداره وهيردوا عليا برضه. حاضر ثانيه واحده يبقى ماشي اوكي مع السلامه. تمام بعتنا كده صوره البطيختين دول على الواتساب زي ما انتم شايفين كده، كانت بايظه خالص. الموضوع بقى انه بضمان او لا هيبان دلوقتي الحقيقه. طبعا انا ما توقعتش خالص انه يطلع فيهم حاجه بايظه وان احنا ممكن نكلمهم فعلا ونرجعها. المفروض ان هم حاجه واثقين من نفسهم يعني جدا، خصوصا ان سعر البطيختين دول 245 جنيه او 244 جنيه زائد 60 جنيه توصيل، يعني داخلين في 300 جنيه البطيختين دول بس. ده طبعا ضعف او ضعفين كمان السعر الموجود في السوق، فان نلاقي فيهم حاجه بايظه ما توقعتش كده الحقيقه. المهم برضه هستنى كده ردهم، جايز نشوف رد يخليني اغير رايي او خليني اغير انطباعي ان انا اطلب منهم تاني او لا. طبعا هم عندهم في الموقع حاجات كتير قوي تاني غير البطيخ، كنت ناوي اجيبها في حلقه تاني بعدين، بس بوضع ده كده لا متهيألي مش هاخد التجربه دي الحقيقه. طب يا جماعه هم الحقيقه ردوا عليا رد قفلني اكتر ما انا مقفول. بعتوا لي طبعا اعتذار بقى وكده، ومعاه ايه بقى برومو كود ب 106 جنيه صالح لبس اسبوعين كمان عشان اعمل بيه طبعا اوردر تاني، مع العلم بقى ان الحد الادنى للطلب 200 جنيه، وعشان اخد شحن مجاني لازم اعمل اوردر ب 750 جنيه. يعني بمعنى اصح عشان تاخد حقك في الضمان لازم تدفع تاني، عشان تاخد اوردر ب 200 جنيه تدفع عليها 100 جنيه كمان على 106 اللي انت واخدهم،
تاخدهم وتدفع كمان 60 جنيه شحن، يعني تدفع 160 جنيه عشان تاخد حقك اللي هو اصلا 100 جنيه او 106 يعني. فالصراحه الحقيقه انا شايفه ده يعتبر نصب وغش، ملوش تفسير بالنسبه لي غير كده يعني، مش ضمان في الحقيقه خالص. وبعد تجربه النهارده ما انصحش اي حد انه يجرب نفس التجربه دي. ولو طالبه معاك قوي بقى بطيخ الاصفر واللي من غير بذر، ممكن تتعب شويه وتدور عند اي فكهاني غالي في منطقه تكون راقيه شويه او في الهايبر ماركت، وممكن كمان تلاقيه بسعر ارخص من اللي انا جبته. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.